السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وعيد أضحى مبارك عليكم يا جماعة. هتكلم الأول في موضوع زيزو. طبعا اللي شاف حلقة إبراهيم فايق أو الحلقتين يبين لك قد إيه كمية التخبط اللي بيعانيها نادي الزمالك. سيدي الزملكاوي الفاضل، انضج. يا ريت سيدي الزملكاوي بعد إذنك اعترف إن العيب منك ومن إدارتك. بلاش تفضل مصدر لنفسك المظلومية والكذب والتدليس. اهو لعيب عندك اهو من سنة 24 حتى يوم اللي هو امضاء العقد مع النادي الاهلي وهو بيتحايل عليك. جاله عرضين مش هقول لك بقى تالت، يعني عرضين بصور. واحدة من يوم ب6 مليون دولار، ونفس الكلام من الشباب السعودي. ويطلع الاستاذ مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار في الزمالك يقول لك لا ده العقد كان ب 2 مليون دولار. يشاء السميع العليم ان صور العقد تتسرب من الشباب السعودي بالخطاب اللي جالهم بان نادي الشباب السعودي هيدفع اقساط زيزو لو كان اتباع ليهم على 3 اقساط، القسط الواحد ب 2 مليون دولار. ودي انا كنت حاططها على الصفحه عندي في فانتازي فور اول، الصفحه الرياضيه بتاعتنا. طيب انت كاداره الزمالك، ده هو الواد طلع ببقه قال لك بيعوني وجيبوا فرقه عشان تنافسوا. في اكتر من كده؟ الزملكاويه شككت في ولاء الولد ده، بس انا بجد يا جماعه انا متعاطف معاك يا زيزو. لجان لعيب معروف جوه نادي الزمالك، وزيزو قالها ببقه ان انا كنت بكبره في كل حاجه، وفي الاخر يسلط عليه الجانع عن طريق المدرجات يشتموه هو وابوه، وفي الاخر الراجل طلع مظلوم. يعني يا جماعه بلاش خوض في الاعراض، عشان ده ذنوبه كبيره يوم القيامه. ودي حاجه مشكله يعني في التشجيع بتاعنا. ما علينا، خلاص صفحه زيزو اتقفلت، بس هو الراجل طلع فضح اداره نادي الزمالك. عرفت ليه ان انت ايام مرتضى منصور كان عندك اداره قويه بتطحن اداره الاهلي، وان انت قدرت توصل نهائي القرن معايا؟ بس هي المشكله في العقليات الصغيره. على فكره المؤامره مش من بره نادي الزمالك، المؤامره من جوه اولاد نادي الزمالك. هم اولاد نادي الزمالك اللي مقطعين جوه بعض عشان النفوس مش سالكه لبعضها. الحمد لله ان الواحد اهلاوي، وان اداره النادي الاهلي دي، يعني مع احترامي من بعد الباشمهندس طاهر، لما جت اداره كابتن الخطيب اتفرج على انجازات النادي الاهلي. انت بتوصل في 5 سنين 5 نهائيات افريقيا، تاخد منهم 4. يعني الحمد لله. نيجي بقى الماتش الاهلي وباتشوكا اللي كان امبارح، او اللي هو كان النهارده الساعه 12. الناس بتلوم على اللعيبه والصفقات الجديده ليه يا جدعان؟ هي الرجاله دي لسه اتجنست مع بعض؟ ويطلع كابتن خالد بندق زعبله ابو شبشب مخروم يجي يقول لك هي دي الصفقات وهتعملوا ايه؟ يا ابني هو انت عبيط؟ وانا جايب اللعيبه دي ماتشين 3 وامشيها؟ ايه الهبل ده؟ وفي اهلاويه يا جدعان، الصفقه انت ما بتحكمش عليها غير بعد مرور موسم كامل او نص سيزون. يعني بالعقل كده. يعني الماتش على الاقل شغل هات واجري، والشغل ده وشلح واجري ده ما ينفعش. انت مثلا لعيبه، في لعيبه لسه هتتجانس. انت خلي بالك، انت كمان يوم 15 الساعه 3 الفجر انت هتلاعب انتر ميامي. وخلي بالك انا فيها حلقه كنت عايز اتكلم فيها ان دفاع انتر ميامي على الله ان شاء الله. فاللعيبه ان شاء الله، ولسه وسام واللعيبه اللي جايه، عشان وسام هيلعب النهارده في تصفيات كاس العالم وفلسطين، وبعد كده هيجي لنا. فيا جدعان بلاش شغل اللي هو حرق ميديا وسوشيال ميديا. لسه يا جدعان، لسه الصفقات لسه ما تاخد انسجامها وتبقى تمام مع اللعيبه. بعد اذنكم يا جدعان فككوا شويه من حوارات اللي هو يا عم بص بالرمضان، بص ده ديانج مش عارف ايه. يا عم طب ما ديانج لسه الراجل راجع والراجل بيلعب كويس والناس بتاع لسه يا جدعان، ده ماتش ودي. اخواتنا اللي شمتانين ان انا خسرت في ماتش ودي، ده باتشوكا يا ابني انت ما وصلتلوش اصلا ولا لعبته. فيعني خفوا يا جدعان. لسه. عيد سعيد عليكم يا جماعه، وان شاء الله ربنا يكرم والاهلي يكسب انتر ميامي، ويكسب على الاقل ماتش من الماتشين الجايين، ويبقى الصعود لدور ال 16 يبقى انجاز باذن الله. السلام عليكم.